أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معنا ولقاء يتجدد دائما وبرنامجنا أوبرا القاهرة. وسعدنا يكون معانا من فرقة الموسيقى العربية للتراث الفنان المبدع يعني واحد من نجوم الفرقة اللي دايما بيمتعونا، الفنان أحمد محسن. الفنان أحمد محسن، أنا بقول لك إنكم أصوات أكثر من رائعة، وبالفعل تستحقوا كل الثناء والتقدير. متشكر لحضرتك طبعا على الكلام الجميل والكبير عليا قوي ده، يعني اشكر حضرتك جدا، ونتمنى ان احنا دايما يعني كفرقه التراث ان احنا نكون عند حسن الظن دايما ان شاء الله. الفنان أحمد محسن كام سنة دلوقتي مع فرقة التراث؟ يا كتير قوي، يعني تقريبا زي الشهر ده كده 15 سنه. ما شاء الله. خلال هذه السنوات بقى نقول ايه اللي انت اكتسبته من نجوم كتير عدوا على الفرقة وموسيقيين كتير، ويعني العديد من الحفلات اللي قدمتوها، وخصوصا على مسرح معهد الموسيقى العربية. هو الحقيقه حاجات كتيره جدا، يعني زي ما قلت لحضرتك مسبقا بقالي 15 سنه، فطبعا عاصرت واتشرفت ان انا شفت اساتذه موسيقيين كتير ومطربين طبعا كلهم اخواتي وحبايبي وزملائي. فيعني مريت طبعا بتجارب كتيرة جدا، وأكيد طبعا مثلا دلوقتي غير مثلا من 5 سنين، غير من 10 سنين. كل مدى الواحد مع الوقت بيستفيد خبرة وبيكتسب خبرة جديدة عن الفترة اللي فاتت. ايه اللي نفسك تقدمه؟ والله حضرتك هو يعني يمكن تكون أمنية عامة قبل ما تكون أمنية خاصة، إن يعني تراثنا المصري الكبير ده يعني يوصل لعدد اكبر من الناس، وحتى الجيل الصغير اللي هو مثلا، مش هقول انا طبعا يعني طبعا كبرت شويه يعني، بس ايه الاصغر مني كتير يتعرف على تراثنا المصري ده، ويحس فعلا ان هو حاجه عظيمه جدا جدا ومشرفه للبلد يعني. الحقيقة دور فرقة الموسيقى العربية للتراث في حفظ تراثنا وتقديمه في أحلى صورة، يعني دور لازم كلنا نثني عليه ونشكركم عليه. دايما بتقدموا لنا التراث بتاعنا في أحلى صورة بأحلى أداء، ودايما في تطوير في هذا التراث، ولكن دون المساس بأثاث التراث نفسه أو الأغاني اللي كلنا عشقناها وعشنا عليها. اكيد طبعا، اكيد طبعا، وزي ما بقول لحضرتك يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكون يعني موجود وظاهر بشكل مشرف، بحيث ان هو ده يعني مع طبعا فرقه التراث، الفرق الكبيره اللي موجوده في دار الاوبرا، توصل تراثنا المصري ده لاكبر عدد من الناس والجمهور. الفنان أحمد محسن، النهاردة قدمت أكتر من أغنية. النهاردة تحب تقدم إيه لجمهور برنامجنا أوبرا القاهرة؟ الحقيقه حاجه انا اتشرفت طبعا ان انا غنيت دور عشقت روحك للموسيقار الكبير والعظيم الغني عن اي تعريف محمد عبد الوهاب. بس انا بقى ممكن اسمع حضراتكم برضو مذهب للموسيقار محمد عبد الوهاب، حاجه مختلفه يعني عشان ما يبقاش في. حسدوني وباين فانيهم من عطفك وحنانك ليا، حسدوني وباين فانيهم من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم، ويا ريتك بتعذب فيها. الله الله، عايزة أهنيك بالعام الجديد. بننهي مع بعض عام وبنبتدي مع بعض عام جديد. بتمنى لك كل السعادة في هذا العام الجديد. وأمنيتك الشخصية بقى في العام الجديد إيه؟ طبعا يعني اولا كل سنه وحضرتك طيبه، واسره قناه القاهره طيبه وبخير. اتمنى طبعا على المستوى العام ربنا يحفظ طبعا مصر يا رب، ويحفظ شعبها، ويعم السلام يا رب يعني على المنطقه كلها جدا، يعني طبعا المنطقه العربيه في المقام الاول والعالم كله يا رب.
امين يا رب. بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب وعام سعيد، وبشكرك على هذا الاداء والاغاني الرائعه اللي بتقدموها لنا من خلال فرقه الموسيقى العربيه للتراث. شكرا لحضرتك يا فندم وللساده الجمهور والمستمعين والمشاهدين. عيش تروحك وعيش الروح مالوش نهاية، وإيه يفيدك لو طالين نوح، لو طالين نوح وزاد أسايا. يا روحي شوف ذلي، شوف ذلي وهواني، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، هجرك ضناني. قادر تداوي الفؤاد وليه تسيبه يقاسي، قادر تداوي الفؤاد وليه تسيبه ويقاسي عليه الكواكب البعاد، دوافيك يا قاسي. وفيني ومفرح قلبي ده البدر بات صغراني وسيني، والورد شاف حالي حبي صبحت دموع تسيل علشاني، وانت اللي ليا يا نور عينيا، يكفي يا واطف عليا هجرك ومن خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث اليوم بيسعدنا يكون معانا الفنان المبدع أحمد صبري، واللي أمتعنا النهاردة بمجموعة من أروع الأغاني لعبد الوهاب وأيضا محرم فؤاد. ومحرم فؤاد. أهلا بيك معانا، ودايما بنسعد بيك وبأدائك وبصوتك. والحقيقة يا أحمد النهاردة أنت كمان كنت مبدع جدا، كان ليك يعني أسلوبك الخاص في تقديم الأغاني، وكانت بطريقة مطورة مع الحفاظ على التراث. فأنا بهنيك على أدائك اليوم، وعلى كل مرة بتأدي فيها كل مرة بتكون أجمل من المرة اللي قبليها. شكرا ليكم وتواجدكم معنا واهتمامكم على ان انتوا تنقلوا الحفلات اللي بتحافظ على تراثنا واغانينا، واحنا كمان بنهتم ان احنا ما نحاولش نغير او زي ما بيقولوا نعمل توزيعات، لا هي
زي ما اتقالت احنا دي رسالة بالنسبة لنا ان احنا نقدمها بالشكل اللي اتقدمت بيه. ولكن انت ليك برضو اسلوبك اللي قدمت بيه، يعني حافظت على الاغنيه بنفس الشكل، لكن لمسه الفنان احمد صبري يعني لم نغفلها من خلال تقديمك. والحقيقه انا كنت سعيده جدا وانا بشوف ادائك النهارده على المسرح. الحقيقة طبعا يعني كل واحد ليه احساسه شوية طبعا، مع الحفاظ على اللحن. يعني في ناس كتيرة تقول لك أنا هحط بصمتي ولاقي اللحن راح في حتة تانية. فدي يعني بصراحة اللي مهتمين على كده المايسترو والإدارة الأوبرا دايما بتقول لنا إنه حافظوا على اللحن، ما تخرجوش بره اللحن والأداء. سلامات يا حبايب، ويا حبايب سلامات للفنان محرم فؤاد. وكان معانا كمان ليه تشغل بالك للفنان المبدع محمد عبد الوهاب. انسى الدنيا، بالظبط، ليه تشغل بالك بالظبط. فالحقيقه استمتعنا جدا، واحنا بنستمتع في كل مره بادائكم، وده بيخلينا نسال الاصوات دي فين؟ يعني ليه مش شايفينها على كل مسارح العالم العربي، مش بس على مسارح اوبرا القاهره او مسارح دار الأوبرا في القاهرة؟ والله احنا بنجتهد، يعني كل واحد بيجتهد هياخد نصيبه ان شاء الله. احنا يعني بالتطوير اللي بيحصل دايما، واهتمام وزارة الثقافة في انها تقدم الوعي والثقافة والفنون بتاعتنا والأصالة. طبعا احنا عندنا امل ان شاء الله ان هتلاقونا في خارج مصر في كل مكان على يعني في العالم. الفنان احمد صبري، واحنا بنودع عام وبنقول اهلا بعام جديد، امنياتك مع العام الجديد ايه؟ السلام. يعني طبعا اي حد في انسان بعيد عن اي دين او ثقافة او جنسية، طبعا يعني من جوانا هو السلام لكل شخص، وإن شاء الله الدنيا تبقى أحسن بكتير. أكيد. أمنيتك الشخصية للغنى أو لعالم الغناء الأول؟ طبعا إن شاء الله أنا يعني في كم عمل كده إن شاء الله شغال بيهم حاجات شخصية، وإن شاء الله تتقدم بشكل برضو يليق بالفن الراقي بإذن الله. هتقدم لنا دلوقتي إيه؟ عايزين حاجة شخصية. لا يبقى لنا الصفقة كده. لسه والله هي ما خلصتش، بس ان شاء الله هتقدم لنا دلوقتي نقول ايه؟ سلامات يا حبايب. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات. الله، بتمنى لك كل التوفيق والنجاح وعام سعيد عليك، وكل سنة وانت طيب. ميرسي جدا، وكل سنة وانت طيبين. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي سلامات على حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي سلامات على حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا
الليالي ونزلت 100 مدينة، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا. عديت بحر الليالي ونزلت 100 مدينة، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا. سافرت بلاد بعد وبلاد غير البلاد، سافرت بلاد بعد وبلاد غير البلاد، وقلبي هو مش قادر عالبعد. يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني، يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني وتروحي لي بلدي. أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي، أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. صورة بلدي وحبايبي محفورة جوا قلبي، مواويل مواويل مواويل. صورة بلدي وحبايبي محفورة جوا قلبي، مواويل 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 مواويل. مواويل تحت شجر التوت في ظلايا، سواء الدور تخلي الشمس وردايا، وصبية بتملى زلعتها وبتقول شيلها ويايا ويايا ويايا. مشتاق يا احباب مشتاق وتعبت من الاشواق، الله يجازيك يا غربة، الله يجازيك يا فراق. خدتني من أهلي وناس وسقيتني كاس القاسي المر اللي ما ينداق. يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني، يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني وتروحي لي بلدي. أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي
سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. بيسعدنا يكون معانا النهارده عمود فرقه التراث، محفظ الفرقه استاذ عاطف. اهلا بسيادتك معانا، ودايما بنسعد بلقائك. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه كده دايما بنسال سؤال واحد، يعني مع هذه الاصوات الرائعه والتدريب الاكثر من رائع لسنوات طويله لفرقه التراث العربي، فرقه الموسيقى العربيه للتراث بتقدم اصوات اكثر من رائعه. اين هذه الاصوات من الساحة الغنائية ومسارح العالم العربي ومسارح أوروبا وغيرها؟ والله أولا طبعا إحنا عشان منوطين بأن إحنا نحافظ على التراث المصري والعربي، فالأصوات اللي عندنا كلها أصوات ما شاء الله عليها هي أساسا مدربة كويس جدا، لأنهم معظمهم أو أكتريتهم كلهم خارجين معهد الموسيقى العربية، فبيبقوا دارسين الحاجات دي طبعا في المعهد. الأدوار والموشحات بياخدوها من السنة الأولى لسنة ثالثة لسنة رابعة. فبيبقوا فعلا مؤهلين لانهم يجانوا التراث كويس وعارفينه كويس جدا يعني. طبعا هم بياخدوا حاجات في المعهد بتبقى برضو قليله، مش كل التراث يعني، لكن لما بيدخلوا فرقه الموسيقى العربيه للتراث هم بياخدوا كل الادوار وكل الموشحات والحاجات دي كلها. هم مؤهلين فعلا انهم يجانوا التراث وكل حاجه، وبيجانوا اغاني عاديه زي حضرتك شايفه، بيجانوا عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم وكل المطربين القدامى يعني برضو. هم طبعا عشان خاطر الأوبرا منوطة بالتراث العربي بس، فعشان كده هم احنا مش لكن هم بره في الدول العربية في ناس كتيرة جدا منهم معروفين وبيسافروا في المهرجانات. وكان زمان طبعا انا عشان كنت مطرب فرقة التراث قبل ما ابقى محفظ، فاحنا كنا دايما بنسافر مع فرقة التراث، بروح جميع المهرجانات اللي كانت في الدول العربية، وكنا بنسجل معاهم. وكان في مهرجانات الموشحات وكان في مهرجانات للأدوار. وانا رحت مهرجان للأدوار كان في تركيا، وكانت مسابقة للأدوار على مستوى العالم كانت في تركيا، والحمد لله طلعت احسن مطرب على مستوى العالم في الاضواء في الموشحات والادوار والقوالب الموسيقيه يعني. فهو الاوبرا كلها ما شاء الله من اولها لاخرها، حتى الاصوات اللي عندنا هنا جادرين بانهم بيبقوا معروفين بره في الدول العربيه جادرين انهم يكونوا على يعني قمه الساحه الغنائيه، مش في مصر بس، في مصر والعالم العربي وعلى اوروبا. احنا عندنا اصوات مدربه تدريب طبعا رائع، واستاذ عاطف كمان بيحفظ تحفيظ اكثر من رائع. مين هو الصوت المؤهل ان هو يكون صوت يغني للتراث؟ والله هم عشان التدريب على الادوار والموشحات، عشان هم بيبقوا درسوا الكلام ده زي ما قلت لحضرتك في المعهد العالي للموسيقى العربيه، فبيبقوا عارفين ايه موشح ايه دور الحاجات دي كلها، وبياخدوه ودارسينه كويس جدا، فعشان كده بيبقى هم المؤهلين تماما لانهم يغنوا تراث كويس قوي. ماليش امان في الدنيا دي غير ان اشوفك تاني، حتى لقيت اني بعدي وحياتي
من خلال برنامجنا أوبرا القاهرة بيسعدنا يكون معانا أحد رواد الأوبرا دائما الأستاذ أمير خوري. أهلا بسيادتك معانا، ودايما بنسعد بسيادتك من خلال البرنامج. أولا نحب نقول لك النهارده كل سنة وأنت طيب، بنودع سنة وبنستقبل سنة جديدة. أمنياتك مع السنة الجديدة؟ اولا وحضرتك طيبه، وامنياتي للسنه الجديده لبلدنا مصر طبعا الامن والاستقرار وفي احسن حال دايما يا رب باذن الله يعني. وأمنياتك للأغنية العربية؟ امنياتي الاغنيه العربيه انها تبقى نحافظ على الاقل على التراث اللي موجود اللي احنا بصدده دلوقتي، وبعدين نشوف بقى الجديد ايه اللي ممكن نعمله يعني. أستاذ أمير، وإحنا بنتكلم النهاردة على الأغنية العربية وما طرأ على الساحة العربية من يعني أغنيات، وعندنا دايما في دار الأوبرا المصرية حفاظ على التراث من خلال فرق زي فرقة الموسيقى العربية للتراث وكل فرق دار الأوبرا المصرية. شايفين مشروع زي 100 سنة غنى للفنان علي الحجار، شايفين مشروعات كثيرة جدا للحفاظ على التراث. إيه رأيك في هذه المشروعات، وهل فعلا قادرة إنها تنهض بالأغنية المصرية مرة أخرى ونعود لزمن الفن الجميل؟ اولا بالنسبه ل 100 سنه غنى، انا حضرت الثلاث حفلات بتوعهم. احنا بنرسخ للتراث اللي موجود، يعني مش عاوزين نغير فيه ولا نوزع جديد ولا الكلام ده كله، نحافظ على الموجود وده مهم جدا. وبرضو شفنا الاساتذه اللي كان عاملها استاذ مدحت صالح، برضو بنأرخ سواء كانوا موسيقيين او مؤلفين او مغنيين، وده احنا عايشين على التراث الحقيقه يعني. لكن نامل اننا نجد بقى كتاب يكتبوا، ملحنين يلحنوا، واصوات. والحمد لله احنا عندنا اصوات يعني ما فيش احسن من كده. النهارده اهو عندنا احمد محسن في عشقت روحك، عندنا حسناء كمال في اروح لمين، رضوى سعيد طبعا، انا ناسي الاول مين اللي غنى في الاول. وعندنا كورال ما شاء الله يعني أحمد محسن طبعا احمد محسن واحمد صبري في الاول، أحمد صبري وأحمد محسن. تمام. فاحنا عندنا الحمد لله الفرق الموسيقى العربية التراث كانت او الفرقة القومية او فرقة نويرة، الحمد لله ان هم محافظين جدا جدا على التراث اللي موجود، ومن نرسخه بقى من خلال الحفلات اللي بتحصل على مسارح دار الاوبرا عامة يعني. كلمة بتوجهها لكل جمهورنا النهاردة عن حفلات دار الأوبرا وحفلات معهد الموسيقى العربية بالتحديد، وخصوصا مسرح معهد الموسيقى العربية. طبعا جمهور المسرح معهد الموسيقى العربية هو جمهور معروف الحقيقة، ودايما بيتواجدوا باستمرار، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وعاوزين نحضر تاني وتالت ورابع يعني. نقول بقى لكل جمهورنا احنا مستنيينكم على مسرح معهد الموسيقى العربية ومسرح الجمهورية ومسارح دار الأوبرا عشان تستمتعوا معانا بأجمل الحفلات، حفلات التراث من خلال برنامجنا أوبرا القاهرة. شكرا كل سنة وانتم طيبين. ألف شكر يا أستاذ أمير، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. عندي من الأيام أقدر أصورها في بالي، وعندي من الأحلام أقدر أعيش خيالي، واللي انت شايفه في عينيا صورة هواك وجمال كيفك، عشان لو الشوق فضي انده عليه يمكن اشوفك. عشاق التراث اللواء حسن حمدي، اهلا بسيادتك معانا. وخلينا نتكلم النهارده عن اغاني التراث وفرقه الموسيقى العربيه للتراث وعشقك لهذا الفن الرائع.
الحقيقة أنا عاشق الموسيقى العربية والتراث من أيام الماسترو عبد الحليم نويرة. أول واحد هو الحقيقة جمع التراث وأتقانه وعمل بروفات واختار الأصوات، والبداية كانت في مسرح سيد درويش في الهرم، البداية كانت هناك. ما نقدرش نفوت حفلة، صعبة جدا، يصعب علينا لو نفوت حفلة. فكنا بنسمع بقى الحاجات اللي هي تطربنا وتشجينا على طول يعني. بالنسبه النهارده فانا برنامج النهارده النص الاولاني رائع، الاولاني جميل جدا جدا جدا. وانا بقى بطبعي ما احبش حفله تفوتني في الامور دي. مسرح الموسيقى العربية كمان دايما بيمتعنا بأجمل الأصوات. على طول على طول. وبعدين في الاجازه الصيفيه بتاعتهم يعني بيوحشونا، وبعدين نترقب اولى الحفلات عشان نحضرها. كل الاسماء اللي غنت النهارده دي معروفه لينا من زمان، وفي ناس مستحدثين زي اسماء كمال دي رائعه الحقيقه. يعني هي تشوف زي صوت ام كلثوم بالظبط. انا ام كلثوم سمعتها اول مره وشفتها سنه سبتمبر 61، كان في فرح في نادي الجلاء قوات مسلحه، وغنت اروح لمين والحب كده، الحب كده سمعناه النهارده. فلا اروح لمين، سوري، اروح لمين النهارده. فمن ساعتها انا عاشق، مفيش حفله سابتني يعني من الحفلات الخاصه. يعني كانت الداخليه كل سنه بتعمل حفله في عيد الشرطه 25 يناير، من سنه 62 ما سبتش حفله حتى اعتزال الست يعني. حلفك بعذابي اللي انت عايش فيه متهني، وحلفك بشبابي اللي لا انا بكيم ولا انا ابني. احلفك بعذابي اللي انت عايش فيه متهني، وحلفك بشبابي اللي لا انا بكيم ولا انا ابني. وان جيت في يوم وما حبتنيش اكدب عليا ولا تقوليش. وان جيت في يوم وما حبتنيش اكدب عليا ولا تقوليش. أحبائنا المشاهدين، وفي نهاية لقائنا بشكركم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا الليلة، ونلتقي في الأسبوع المقبل في نفس الميعاد. انتظرونا وبرنامجنا أوبرا القاهرة.